السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا في قناة شيوة وصفات فاتن. اليوم إن شاء الله سأقدم وصفة تجميلية رائعة، يعني وصفة مغربية قديمة تستعملها الجدات منذ القدم. تعمل على تبييض بشرة الجسم بكامله، أيضا ترطيبها، تزيل يعني طبقات الجلد الميت، وأيضا توحد لون البشرة وتزيل البقع البنية وأيضا البقع الداكنة. يعني وصفة رائعة جدا. أيضا تستعملها العرائس المقبلات على الزواج واللي فرحهن قريب. هي وصفة يعني رائعة، تستعمل في الحمام المغربي، يعني تعمل على تبييض البشرة بشكل رهيب، أيضا ترطيبها يعني تزيل الجلد الميت وتعمل على تنظيف البشرة بعمق. مكونات جد جد بسيطة، سنحتاج فقط إلى الصابون البلدي، يعني صابون المغربي البلدي، يعني كيتباع هكذا في ليساشي، وايضا كيتباع بالعبار يعني بالكميه اللي بغيتي. غنحتاج ايضا للحناء الذي يجب ان يكون طبيعي، يعني الحناء اوراق مطحون، 3 ملاعق صغيره من الحناء. ايضا غنحتاج لعصير الليمون الحامض، عصير ليمونه واحده كامله. ثم غنحتاج الاوراق الورد المجفف، ثم غنحتاج ملعقه صغيره من الكركم، ايضا يجب ان يكون طبيعي. هذه هي المكونات. نمر للطريقة. هنا في علبة مغلقة يعني أو تغلق وضعت يعني الصابون البلدي بهذا الشكل، ثم سأقوم يعني بوضع المكونات الأخرى. عصير الليمون الحامض، كما قلت عصير ليمونة حامضة كاملة، ثم ملعقة صغيرة من الكركم، ثم غادي نضيف يعني الحناء. كما قلت يعني الحناء اللي كيكون أوراق مطحونة، يجب استعمال الحناء الخاص يعني بالنقش على اليدين. ثم غادي نضيف اوراق ديال الورد الجاف، يمكن يعني استعمالها مطحونة وايضا يمكن استعمالها هكذا، يعني فقط نقوم بتفتيتها على الخليط. بعد ما قمت بتفتيت اوراق الورد، ساقوم بخلط يعني جميع المكونات، وإلا حسيت بأنه الخليط مازال يعني ثقيل أو يعني متماسك جدا، سأضيف القليل من ماء الورد. يعني هنا الخليط خلطه، ولكن غادي نضيف ليه مازال قليل من ماء الورد وأقوم بخلطه لأنه جاني عقد يعني بزاف. هاد الوصفة رائعة، تستعمل يعني داخل الحمام، سواء يعني الحمام يعني اللي كيكون الخارجي، يعني الحمام ديال برا، الحمام التقليدي اللي كنعرفوه، او فقط في المنزل. فقط يكفي يعني تسخين الماء يعني وتكوين البخار داخل الحمام. هذه يعني هي الشروط اللي خاص تكون. يعني من الافضل اننا نستعملوها في الحمام ديال برا او الحمام الخارجي، ولكن الا ما كانش يعني متوفر يعني وما سمحتش الظروف، فيكفي فقط يعني تسخين الماء حتى يتكون لنا البخار، وهكذا كنستعملوها فقط في الحمام المنزلي. طريقة الاستعمال، يعني نتركها بعد خلطها، نتركها ترتاح مدة 15 دقيقة، ثم نقوم باستعمالها. بعد أن ترتاح داخل الحمام، نقوم بتبليل الجسم بالقليل من الماء، ثم نقوم يعني بتطبيقها على الجسم بشكل يعني بحركة دائرية على الجسم بكامله. يعني نقوم بدهن هذا الخليط على الجسم بكامله، ونركز يعني على العنق أو الأماكن اللي كتكون فيها بعض الإسمرار أو بعض اللون الغامق على الأماكن الأخرى. يعني كما قلت نقوم بدهنها على الجسم بكامله، نتركها تقريبا 5 دقائق إلى 8 دقائق، ثم نقوم بغسل يعني الجسم مرة أخرى بالماء فقط، ثم نبدأ يعني بتقشير الجسم بالليفة المغربية. يعني ضروري من تقشير الجسم، وفي هذه الأثناء غتلاحظوا خروج الأوساخ بشكل يعني كتير، ويعني غادي تخرج الأوساخ بواحد الشكل اللي هو كتير جدا. تستعمل هذه الوصفة يعني مرة كل أسبوع. كنتمنى أنها تنال إعجابكم. إلى عجبكم الفيديو كيف العادة ما تنسوش ديروا جيم، أيضا الاشتراك بالقناة للتوصل دائما بجديد. شكرا على المتابعة.